قافلة الصمود التي انطلقت من تونس لكسر الحصار عن غزة. قافلة انطلقت البارحة بتاريخ 9 جوان 2025 لتمر عبر الحدود الليبية، لتمر بالعرض من ليبيا لتصل إلى منطقة السلوم بمصر، لتمر أيضا بالعرض لتصل إلى حدود معبر رفح. كانوا يسوقون لنا أن فلسطين بعيدة، لكن باش نوصلوا المعبر رفح لازمنا نهار و13 ساعة. متخيلين؟ القافلة من المؤكد أنها باش تقعد أكثر من يوم على الحدود لكسر الحصار عن غزة، ومن المؤكد زيادة أنه في الطريق باش يستقبلوا أعباد أخرين باش يمشيوا معاهم للحدود. المشكلة هنا أنه ما فماش مشكلة، هذايا الطابع الإنساني متاعنا، وهذه عروقنا التونسية والعربية والنخوة متاعنا الأصيلة تحركت باش احنا نوصلوا نمشيوا لغزة. المشكل في هذا الكل أنه المصريين قاموا بتدوين بعض المنشورات اللي نوعا ما أثارت، باش ما نقولوش العرق التونسي اللي موجود فيا، فأثارت العرق الإنسانية. مع احترامي لكامل المصريين، لكن هنا قاعدة نحكي على الصهاينة العرب اللي متخفين ورا الجنسية المصرية. حسن النية والإنسانية عند المصريين خليتهم يخمموا بطريقة أخرى غير إنسانيتهم، وإنهم على الحدود ينجموا يعاونوا الشعب الفلسطيني غاديكا. دونك باش نقول لكم أنا باش نشارك معاكم اللي قاعدين يتداولوا فيه بينات بعضهم. قالوا إنه في زوج سيناريوهات باش يصيروا لو القافلة وصلت لحدود معبر رفح. السيناريو الأول إنه القافلة باش تمنع من إنها توصل لحدود معبر رفح، وبالتالي فإنه المصريين هما اللي قاموا بمنع القافلة من الوصول، وباش يقولوا إنه مصر عملت كيما عملت إسرائيل لسفينة مادلين. السيناريو الآخر يتمثل في إنه القافلة لو وصلت لحدود معبر رفح فإنه ستصير حرب أهلية في المكان هذاك. العديد منهم قالوا أنها ستظهر فرصة ذهبية لتهجير الفلسطينيين، وبالتالي فإنه باش تصير حرب في المنطقة هذيك. قالكم وبالتالي فأنتم قاعدين تحققوا في رغبة نتنياهو. ما لا تعلمه يا كلب نتنياهو أيها الصهيوني الحقير إنه القافلة قانونية 100% من أول لحظات تنسيقها. فنحن التونسيين اعتبرنا مصر مجرد معبر للوصول لأخواتنا في فلسطين، ولو كانت توجد دولة أخرى في مكان مصر لكنا فعلنا نفس الشيء. فحركوا إنسانيتكم لتتحرك شعوبكم. أنا باهتة إنه أشخاص ليس لديهم نفس العرق العربي ومشيوا في السفينة متاع مادلين كلهم جنسيات أخرى ماهيش عربية، وانتوما تلقاو في الأعذار جوست باش تخليوا القافلة مثال ما توصلش للحدود وتحاولوا توصلوا تصويرة غالطة. فهدفنا ليس أن نعيد نكسة 67. وصراحة تونس ما هيجيش جديد عليها حاجات كيف نكاية، فكل مؤسسة وأي بلاصة تمشي لها تلقى علم فلسطين وحدها علم تونس، ومن بعد هذه ما عادش نحب نزيد حتى كلام.